كل ترندات شي ان هتلاقوها في المكان ده هيكون مكان احلام كل البنات وكل العرايس اللي بتجهز، علشان هي جمعت لك كل الرفايع والترندات مع بعض. متخيلين ان في رفايع بتبدا من 10 و15 جنيه؟ يعني مثلا طقم توزيع كوبي او كياب 150 جنيه بس، طقم الشاليمو الستانلس ب 20 جنيه. كمان عندها كل اشكال الشوك والمعالق اللي موجوده على شي ان بس باقل الاسعار. كمان عندها الولاعه اليو اس بي وسعرها خطير. كمان حقنه التويلت اللي كلكم بتسالوني عنها. عندها كمان اطقم الشاي والسكر شكلها خطير. كمان حافظه الزبده وكل الخشبيات اللي انتم ممكن تتخيلوها، غير اطقم الزيتات المختلفه اللي موجوده عندها. كمان عندها كوليكشن من الازاز تحفه زي اطقم الشاي والقهوه. عندها بقى كذا شكل من البولات الترندي، السلطه الخضراء وكمان سلطه الفواكه. طقم الخشاف القلوب الترندي وبجد عجبني قوي. كمان عندها الحله المنقذ لطرطشه الزيت وهي حله بطول. كمان كوكر الزيت مش تحتاجي تسيبي الزيت تاني في الطاسه. تلاقوا كمان الراديو ومضرب الايس كوفي ولمامه الوبر. كمان منظم الساعات وده اللي هيغنيكي عن اي كركبه. عندها الحجم الكبير والحجم الصغير. طقم العلب بقى من اكسا وكمان الوطنيه 18 قطعه وهتلاقي فيه كل العلب اللي هتحتاجيها. اما بقى عن مجففه الخضار والفاكهه دي حرفيا عندي في البيت ايدي ورجلي. ده كمان اطباق فرداني خطيره باشكال والوان مختلفه، احجام مختلفه، وتقدروا تعملوا طقم خطير منه. دي الاطباق بتاعتي اللي كلكم سالتوني عليها. بجد بضعف قدام اي حاجه حلوه وترند. المنظم ده عملي وشيك وعندي في البيت تحفه. ادخل بقى على الطاسات وهي عندها كوليكشن طاسات تحفه بماتيريال خطير، اسعار مش هتلاقوها عند اي حد. ندخل بقى على نقطه ضعفي وهي المجات يا جماعه. عندها كل المجات اللي موجوده على شي ان باسعار تبدا من 50 جنيه بس. بجد انا اكتر حاجه بضعف قدامها المجات ودايما بشتريها. كمان مج ستانلي الاوريجينال وكل الازايز الترند اللي طالعه جديد، كلهم كلها خطيره وسعرهم اقل من شي ان بكتير. عندها كمان حافظه الخضار وسعرها 135 جنيه بس. كمان الفوط المايكرو فايبر وكل صواني العشب اشكال تحفه. المكان هو ستور ولاء فايد في كفر الزيات في شارع ابو عوف قدام كازيون.